السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه بقى النهارده؟ الحلا السهل جدا ده، ومش محتاج فرن بقى ولا مكونات كتير ولا اي حاجه، وطعمه لذيذ جدا. تقدري تعمليه بكوبايه واحده من الحليب او اتنين او ضعفيه براحتك خالص. الحلا اللي معانا النهارده عباره عن طبقه من بودنج الفانيلا وطبقه من بودنج الكراميل، طعمها لذيذ جدا وسهله. صلي على الرسول وابدأي معايا. لكل كوبايه من الحليب بنحط معلقه كبيره من النشا، ولازم نحطه على حليب بارد، ما ينفعش نحطه عليه وهو سخن عشان ما يحصلش تكتلات للنشا. وبتقلبي كويس، وبعد كده بقى بنضيف برضو لكل كوبايه من الحليب معلقه كبيره من السكر، او حسب الرغبه ممكن نزود السكر عن كده. وبنحط فانيلا عشان ده بودنج الفانيلا، وبنفضل بقى نقلب باستمرار عشان ما يحصلش اي تكتلات لحد لما القوام معانا يتقل خالص زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. وما تقليش البودنج عن كده، هو اساسا لما بيبرد بيتقل كمان. تعالوا بقى نعمل الطبقة التانية، وهي بودنج الكراميل. بيبقى عبارة عن كل كوباية من الحليب بنحط لها برضو معلقة كبيرة من السكر، بنحطها على النار ونسيبها منقلبش خالص. بنجهز بقى على جنب كوباية من الحليب، وبنحط فيها عدد معالق النشا اللي احنا هنستعملها في البودنج الكراميل. يعني انا مثلا عملت معلقتين سكر على النار اهوت. عشان يكرملوا بحط معلقتين من النشا، وهضيف بقى كوبايتين من من الحليب. اول لما السكر يدوب معانا ويبدا يكرمل عادي، تبداي بقى تقلبي لحد ما ياخد لون دهبي فاتح. تضيفي له معلقه من الزبده، والتقليب برضو يكون مستمر وعلى نار هاديه جدا عشان الكراميل ما يتحرقش. حاولي ما تخليش الكراميل ياخد لون غامق عشان ما يبقاش طعمه مر معاكي والوصفه بتاعتك تبوظ. هتقلبي بقى لحد اما الزبده تسيح خالص، هتلاقي في تكتلات بتحصل كده. ما تقلقيش خالص، وطي بس عليها النار وقلبي باستمرار، هتلاقي كل ده فك معاكي. بعد لما الزبدة بتدوب خالص وبيفك معانا كل التكتلات، بننزل عليه بايه؟ بالخليط اللي احنا كنا لسه عاملينه، اللي هو الحليب اللي احنا مدوبين فيه نشا. لازم برضو الحليب يكون بارد زي ما احنا قلنا في الاول. بتنزلي بقى على على الخليط دوت، على الكراميل دوت بالحليب بتاعه، ونفضل برضو نقلب باستمرار. وحاسبي لان بيطلع دخان بيكون سخن جدا، والحريق بتاع الكراميل صعب، ربنا يعافينا جميعا. وهنفضل بقى نقلب باستمرار على نار هادية جدا. برضو ما تقلقيش، هتلاقي بيحصل تكتلات مع التقليب المستمر على نار هادية، كل ده هيفك. ما ينفعش تعملي على نار تكون عالية، لان البودنج بتاعنا هيكون بدأ يتقل وهيفضل فيه تكتلات بتاعة الكراميل. فاحنا نسويه على نار هادية جدا او نطفي النار خالص، وتفضلي تقلبي بقى لحد ما البودنج بتاعنا يتقل. هنضيف بقى الطبقات هنا. اول طبقة عبارة عن الفانيلا، وبعد كده بحط تاني طبقة وهي الكراميل. ممكن تعملي العكس، تحطي الكراميل تحت والفانيلا فوق. ممكن تعملي كذا طبقة، يعني مرة فانيلا مرة كراميل وهكذا. لو عايزة الطبقات ما تدخلش في بعض وتبقى طبقات كده يعني عاملة فرق، تستنى عليه لما يبرد اول طبقة، بعد كده تحطي تاني طبقة. طعمه حلو جدا ولذيذ ومش بياخد وقت. لو عجبك الفيديو ما تنسي تعملي لي لايك ومتابعة عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. شكرا لكم ولدعمكم. باي باي.